بسم الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله كده هنعمل فيديو كده معاكم، واقول لكم على حاجه مهمه جدا للتربيه بالذات في البطاريات. تمام. وهي حل لحكايه اللمض اللي كل شويه بتنحرق. واللمبه دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني بقت ب25 جنيه. انا عن نفسي بجيب كام لمبه لحد ما اخلص الدوره. يعني الدوره اللي فاتت انا عديتهم حوالي يجي اكتر من 10 لمبات. تمام. بس كانت لسه لمبه ب10 جنيه، ما كانتش بقت ب25 جنيه. تمام. المره دي جيت اجيب لقيت اللمبه ب25 جنيه. وواحده حبيبتي كده كتبت لي تعليق على الفيديو اللي فات، وقالت لي ام مريم اللمبات غليت، وكل شويه الفراخ يتحركوا ويقوموا حارقين اللمبه، ومش عارفه اعمل ايه. قلت لها ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكي. هو مش الحل الاكيد، بس هو بالنسبه لي يعني وفر معايا شويه في استهلاك اللمبات بتاعه التدفئه في البطاريات. انما بالنسبه للناس اللي بيربوا على الارض يا جماعه، انت كده كده ممكن ترفعي السلك بتاع اللمبه دي شويه فما تتحرقش منك كتير زي الشغل في البطاريات. تمام. النهارده ان شاء الله تعالوا بقى نحط لهم خلطه كده، نبدا نحط لهم خلطات كده لزياده الوزن معاكي. وكمان هم عندهم برد. انا طبعا دي فرشه كده بغطيها بيهم بالليل عشان انا بطلت اشغل الشعله. فانا بحط الفرشه دي عليهم بالليل كده بحيث ان هم يبقوا دافيانين. وبرده ما برفعهاش بسرعه، يعني مره واحده ما ترفعهاش فيقوموا واخدين برده لطشه برد مهما تكوني قافله الباب. انا برفعها مثلا شويه وبعدين اقوم بقى رافعها كمان للاخر. تمام. طبعا بصوا كل يعني العلافه خلصانه والاكل خلصان، الميه خلصانه. مع ان بسم الله ما شاء الله انا كنت مزوده لهم امبارح، حاطه لهم السقايتين دول ميه بس خلصوا برده. تمام. هنبدا نزود لهم النهارده ان شاء الله الليله دي نزود كميه الميه معانا، او نملى السقايه على الاخر. يعني ما كنتش بملاها قوي، نملى السقايتين للاخر. تمام. دولت السن الصغير اللي متابع معايا يا جماعه، دول فراخ سن دلوقتي 12 يوم. الفراخ اللي تحت ديت دلوقتي سن 12 يوم. هما الفرق 4 ايام، يبقى دول سن 16 يوم. تمام. والنهارده ان شاء الله هنوزن مع بعض الكتاكيت كده. شفت الكتكوت طلع في العلافه بره ياكل. الاخرام لسه واسع عليهم فبيعرف يطلع من الاخرام دي. تمام. هحط لهم ايه على العلف النهارده؟ معايا هو البصلايه، هم عندهم لطشه برد. طيب انت هتحط لهم البصلايه دي عليها 4 فصوص ثوم، عليها معلقه كركم كبيره. طب انا هحط لهم الخلطه دي ليه يا جماعه كمان؟ مش بس عشان زياده الوزن، لا كمان عشان انا بحس ان الخلطه دي بترفع معايا المناعه، بتخلي فيه نشاط وحيويه عند الفرخ. فالخلطه دي بصراحه كويسه قوي، انا بعتمدها معايا في كل دوره. سواء عندهم برد ما عندهمش، انا بحب احط الخلطه دي كويسه جدا معايا. تمام. دي عباره عن بصلايه كبيره تمام، او بصلتين متوسطين وعليهم 4 فصوص ثوم، وكمان معلقه كركم كبيره. مش هحط اعشاب تانية غير الكركم النهارده، كفايه الكركم مع البصله والثوم. هبدا اخلطها بالعلف بتاعهم. طبعا انا كمان هوريكم النهارده برضو حاجه مهمه لتغيير العلف. النهارده بعمل ايه؟ هغير العلف بتاعهم اللي هم سن 16 يوم دولت، انا بدات لهم من امبارح بالليل، وهوريكم انا غيرت لهم العلف ازاي. مش هتجيبي العلف تحطيه مره واحده قدام الفرخ معاكي، طبعا هيتصدم. انا كنت باكل ناعمه مره واحده بقت الحبايه كبيره عليا وكده. لا، احنا هنبدا نعملها لهم واحده واحده. ازاي معايا؟ اخلط بس البصلايه دي والثوم احطها لهم عشان ياكلوا، وبعدين اوريكم ازاي بنعمل العلف، بنغير العلف. بصوا معايا كده يا جماعه، انا دلوقتي حطيت مثلا كوبايتين علف، اللي هي الناعمه دي، الناعمه المحببه الصغيره اللي هي البادي 23%. تمام. هعمل ايه؟ انا حطيت مثلا كوبايتين منها، هحط بقى الكوبايه اللي هي الوسط، الحبايه الكبيره دي اللي هي الحبايه الوسط اللي بعدها اللي هي 21%. اهو اهو. بالنسبه لهم هي كميتها قليله على النعمه اللي قدامهم. تمام. فيبداوا وهم بياكلوا النعمه يشوفوا ان في حبايه تانية وسط، هيقوموا هم لوحدهم واكلين منها. تمام. اهو لو تاخدوا بالكم ان الفارخ اهو بيحاول ياكلها وبياكلها فعلا. تمام. انا عملت كده امبارح وحطيت لهم كميه كمان اصغر من كده. يعني اول ما تحطي اللي هي الوسط ديت، حطي شويه صغيرين منها على كميه العلف الناعمه اللي انت بتحطيها. تمام. الفرخ يبدا يشوفها ويتعرف عليها ان في حبايه اكبر من الحبايه اللي بياكلها. تمام. فيبدا ان هو ياخدها في بقه وياكلها. تمام. تاني يوم كتر الكميه شويه. تمام. تالت يوم
كتري الكميه اكتر. رابع يوم بقى ابداي حطي الحبايه الوسط بس، من غير ما تحطيها من غير ما تحطي الناعمه خالص. وممكن كمان من تالت يوم تحطي برضو الحبايه الوسط من غير ما تحطي الناعمه خالص. تمام. اقصد ان احنا نحطها تدريجي، مش هتصدمي الفرخ مره واحده وتحطي الحبايه الوسط. تمام. كده الفرخ يبدا ياكل معاكي الحبايه وما يخسش منك. كمان قصاد تغيير العلف لازم يبقى فيه مضاد سموم. انزل بمضاد السموم بالليل او بالنهار 3 ايام ورا بعض مضاد سموم. تمام. انا ساعتها كمان حطيت لهم بقى كمان فوق الخلطه اهوت، الخلطه فوق العلف كمان، هيبداوا برضو ان هم ياكلوا منها ويشبعوا كمان. تمام. نيجي بقى كمان بقى لللمبه يا جماعه. اللمبه عملت فيها ايه يا ام مريم؟ بصوا كده معايا، شايفين كده؟ دي اللمبه اللي احنا بنركبها تدفئ في البطاريه. انا ديت شبكه زي شبكه حديد كده. عارفين انتوا السلك الحديد اللي بيتعمل منه الايه؟ هو يا جماعه هو بيبقى عموما عند الناس بتاع البويات، اللي بيبيعوا البويات والمفاتيح وبيعملوا نسخ للمفاتيح والحاجات دي. تمام. عند بتوع البويات. هتقولي له عايزه سلك حديد من اللي هو المخرم ده، ماشي، وانت بتقطعي حته منه، يعني تقطعي حته منه كده على قد اللمبه، وتروحي جايه معلقاها. انا معلقاها بايه؟ هوريكم انا معلقاها بايه كمان. والله يا جماعه والله عشان فعلا الناس يستفادوا، عشان انا تعبت فعلا في حكايه اللمبات دي وما كنتش عارفه حل ليها لحد ما اكتشفنا الحل ده بصراحه. انا وجوزي الله يبارك له يعني، وراح جايب لي الحديد المخرم ده او الشبك المخرم الحديد ده، وراح جاي لنا مركبوا لنا كده فوق اللمبه حته على قد اللمبه كده، ورحنا جايين مثبتينه بقى في الشبكه من فوق اللي هي شبكه البطاريه ذات نفسها بسلك رباط او بسلك سلك رباط، سلك رباط حديد او سلك رباط من اللي هو البلاستيك اللي هو اللي بيقولوا عليه القفيز. عشان كان في هنا واحد كده وريلكم اهو. بصي شايفه السلك اللي معايا ده اهو، ابعد كده شويه عشان يبان اهو. ده سلك اسمه قفيز، ده قفيز برضه بنربط بيه ساعات البطاريات. انا رابطه بيه البطاريات اهو يا جماعه، عشان انا كنت بدور في البطاريات ومش عارفه هما بيربطوها بايه يا جماعه. في كمان ناس بيربطوا بيها البطاريات، انا ربطت بيها البطاريات عشان يشد بيها البطاريه اكتر كمان. تمام اهو. فده اسمه قفيز. تمام اهو. برضو ممكن تسالي عند الناس برضو بتوع المفاتيح والبويات والحاجات دي برضو على القفيزات دي. تمام اهو. عامله التانية اهيت، بس التالتة دي بقى ما كنتش عملتها، اتحرقت اهي. دي اتحرقت اهي. تمام. جيت افكها لقيتها هي خلاص من كتر السخونيه اساسا لزقت في الدوايه لزقت فيها واتحرقت، ما اشتغلتش تاني. تمام. فانا عامله اللمبه دي هنا اهيت، واللمبه التانية ديت اهيت، فما بيعرفوش ينقروا فيها، بينقروا في الحديد بتاعها. تمام. وبرده التانية اهوت انا مركبه له برده 2 اهمت اهو. تمام كده. يا رب ما اكونش طولت عليكم الفيديو فعلا، هو بدأ يبقى 8 وشويه اهوت 8 دقايق، فعشان ما اكترش عليكم يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسونيش باللايك يا جماعه والاشتراك ودعوه منكم كده من القلب. ربنا يبارك يا رب، يرزق كل من كان يا رب. يلا اللي ما جابتش لسه دوره رمضان تجيب ان شاء الله. لسه قدامك وقت، هتذبحيهم على مثلا 10 رمضان ولا حاجه، في لسه قدامنا وقت نجيب يا جماعه. لو هتجيبي 10 كتاكيت بس كفايه الحمد لله، بس ناكلهم كده ويبقوا حلوين ما شاء الله عليهم. ان شاء الله. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.